السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض البفتيك الكذاب. ليه بفتيك كذاب؟ لأننا بنعمله من اللحمة المفرومة، وبيطلع بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، ماسك نفسه كده وحلو زي قطعة بفتيك اللحمة بالظبط. بالعكس ده طبعا مش بيشد معانا، بيبقى ناعم قوي وطري جدا جدا، وزي ما انتوا شايفين من جوه مستوي، والطبق اللي عليه ماسكه فيه، يعني ما الكفر اللي فوقيه ده ما وقعش اثناء القلي ولا حاجه. بجد اختراع وفكره حلوه قوي وموفره جدا جدا. تقدري تعمليه بربع كيلو لحمه مفرومه، تقدري تعمليه بنص كيلو لحمه مفرومه، يعني هيوفر معاكي بجد جدا. نبدأ بسم الله ونشوف. هنا انا معايا نص كيلو لحمة مفرومة، وعايزة اقول لكم النص كيلو بسم الله ما شاء الله عمل معايا 12 قطعة، الحجم اللي انتوا شفتوه ده. نص كيلو لحمة مفرومة، اي قطعية طبعا بتبقى مفرومة بس ناعم. بنضيف لها بيضاية واحدة ومعلقتين دقيق، بصلاية متوسطة ضرباها في الكبة ناعم، ما بصفيش المية ولا حاجة، بحطها زي ما هي. 3 معالق بقسماط مطحون، وممكن نحتاج نزود شوية بعد كده. نص معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة سكر، فلفل اسود، بابريكا حوالي معلقة الا ربع، توم باودر وبصل باودر نص معلقة من كل حاجة، نص معلقة بهارات لحمة او ال7 بهارات المتاحة عندك، وربع معلقة قرفة، ودي يعني بشرة صغيرة كده من جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي. وطبعا الملح وده بتظبطيه حسب رغبتك. كده حطينا التوابل والبهارات بتاعتنا كلها على اللحمة، بنقلبها كويس قوي قوي، بنخلطها كلها مع بعض، يعني لمدة 5 دقايق كده بالظبط. بتعجني عجين، يعني نعجن فيها شوية حلوين كده. ولو لقيتيها ناعمة قوي معاكي ممكن تضيفي لها شوية بقسماط تاني. دي معايا اكياس تلاجة حوالي 4 اكياس، الحجم الوسط. بنفتح الواحد كده من الجنب بالشكل ده. خلصت الكمية كلها بنفتحه، يعني بنقسم الكيس 2. ويلا نشوف هنعمل ازاي. بناخد كورة كده من اللحمة المفرومة، الحجم اللي انت عايزاه. عايزة تعمليها مدورة، عايزة تعمليها مربعة، اي حجم، تكبريها تصغريها، دي حاجة راجعالك. بحط الكورة بتاعت اللحمة بالشكل ده، وبتني عليها كيس التلاجة ده طبعا عشان ما تلزقش معايا، وممكن برضو بايدك، بس يستحسن فوق كيس تلاجة عشان تطلع بسهولة. وكمان السمك بتاعها بتتحكمي فيه زي ما انت عايزاها يعني تخينة شوية كده، عايزاها رفيعة زي ما تحبي. انا حاولت اخلي شكلها زي قطعة البفتيك العادية اللي هو بفتيك اللحمة بالشكل ده. اتقطعت منك بتظبطيها، بتكوريها تاني بعد ما تفرديها وتظبطيها معاكي، يعني انت بتتحكمي فيها كويس جدا. هنا بين كل 3 وحدات انا حطيت كيس تلاجة، وبحط فوقيه 3 تاني، يعني ببعدهم عن بعض شوية، وبرصها بالشكل ده. وبين كل 3 و3 كيس من اكياس التلاجة، وبحطها في الفريزر من نص ساعة لساعة الا ربع. مش عايزاها تجمد معايا، بس عايزاها تمسك نفسها شوية. الكفر بتاعنا عبارة عن كوباية بقسماط ومعلقتين دقيق ومعلقة من النشا، وبنقلبهم مع بعض بالشكل ده. ومعايا هنا بيضتين، وحوالي معلقتين لبن، رشة ملح، رشة فلفل اسود، وبنقلبهم كويس جدا. هنا طلعت اللحمة بتاعتي من الفريزر، هي ما اتلجتش ما اتجمدتش، بس مسكت نفسها عشان اقدر اتحكم فيها، ما تتقطعش مني ولا تفك مني. او زي ما انتوا شايفين هي طرية زي ما هي وماسكة نفسها. بحطها في البيت
طريقة بقى البانيه العادية او البفتيك العادي، بحطها في البيض وبعدين بالخليط بتاعي اللي هو التغطية بتاعتها، وما بحاولش احركها كتير وانا بتبلها كده، يعني بخليها وبحط عليها الكفر بتاعها، ما بحركهاش كتير لاني طبعا لحمة مفرومة ممكن تفك، مش قطعة لحمة يعني اوديها واجيبها زي ما انا عايزة. ادي اول قطعة. هعمل معاكم قطعة تاني، باخدها اهو من الكيس بكل سهولة، ماسكة نفسها، ونفس الحكاية في البيض وبعدين في البقسماط بالدقيق بالراحة جدا، وعلى طول على طاسة القلية. عايزة اقول لكم في ناس تحطها في الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين البقسماط، يعني عايزة تعمليها كده طبعا براحتك اعمليها، بس انا اختصرت في خطوتين بس، بيض وبعدين بقسماط ودقيق ونشا، وطلعت بنتيجة حلوة قوي هتشوفوا دلوقتي. وما تنسوش يعني بالراحة على القطعة عشان ما تفكش منكم ولا تتقطع. كان سهل نعالجها لو اتقطعت اثناء ما احنا بنفردها، بس دلوقتي طبعا في البقسماط هيبقى صعب شوية. زيت سخن على النار، هبدأ احط قطع البفتيك بتاعتي بالشكل ده. وطبعا عايزه اقول لكم القطعه حجمها هيقل، هتكش معاكي شويه لاني اللحمه طالما فيها نسبه دهون لازم تكش. والحركه دي بقى انتبهوا، حركه مهمه جدا. اللحمه اول ما بتحطيها وبتعلى من النص كده ما تستنيش تاخد لون، اقلبيها بسرعه عشان ما يبقاش فيها اي تقوسات، ده سواء بقى في البفتيك سواء في البانيه الفراخ في اي حاجه. يعني بتحطيها مفيش ثواني، اول ما تلاقيها قبت من النص كده، تقوصت كده كمان من الحروف، بتقلبيها على طول بالراحة كده عشان تطلع معاكي حتة مستوية ومفرودة زي ما هتشوفوا. اهي الحتة دي برضو انا حطيتها نفس الحكاية، انتفخت من الوسط كده، بقلبها برفق كده على طول على الناحية التانية، ماليش دعوة بقى احمرت ما احمرتش، عشان القطعة تطلع مفرودة معاكم. والنقطة دي مهمة قوي قوي، سواء في بانيه سواء في بفتيك، في اي حاجة بتقليها، يعني تقلبيها على طول عشان ما يبقاش في القطعة اي تقوسات عالية من النص والحروف نازلة لتحت او الكلام ده. نقلب فيها لغاية ما تاخد لون من الناحيتين، يعني كل القطعة قعدت تقريبا 3 دقايق على النار، وزي ما قلت لكم بنقلب فيها باستمرار. اول ما تاخد معاكي لون حلو على الناحيتين كده بنطلعها على مناديل مطبخ بالشكل ده. لونها طبعا حلو جدا، ما تحاوليش تغمقيها اكتر من كده لاني طبيعي لما بتطلعيها بتغمق تاني لما بتتعرض للهواء. شايفين انا مطلعاها لونها ذهبي وجميلة كده، لازم هتغمق شوية، فانت ما تحاوليش تغمقيها على النار. خلصنا الكمية كلها، وتقدري تعملي جنبها شوية مكرونة اي نوع. طبعا انا عاملة معاها مكرونة سباكيتي بالشكل ده بالصلصة. وادي قطع البفتيك معايا، بسم الله ما شاء الله حجمها حلو وطلعت كمية حلوة. زي ما بقول لكم طلعت حوالي 12 قطعة، قطع حلوة مش صغيرة. انا عاملاها كمان يعني القطعة مطولة شوية كده شبه قطعة البفتيك، عايزة تعمليها مدورة زي البرجر تمام براحتك. خلصت وصفة النهاردة، ولو انتي لسه معايا للجزء ده من الفيديو طبعا بشكرك جدا، وبقولك ما تنسيش تشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك الجميل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.